بصوا بقى، بصوا من قريب. بصوا رز مفلفل. شويه الشوربه اللي احنا شلناهم دول كانوا مهمين جدا ان احنا نشيلهم علشان تظبط السوا كويس. انا بحب الرز مفلفل، مستحيل اكله معجن او يعني مستوي زياده، ما بحبوش. ايه بصوا تحفه والله العظيم. والفراخ بصوا بقى، الحركه اللي احنا عملناها بتاعت ان احنا نحمرها دي فرقت جدا جدا جدا. بصوا بقى الفراخ برضو مستويه وخطيره. رهيب، تحفه. لازم تجربوا وصفه. السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كبسه بس بالفراخ مش باللحمه. اول حاجه نسخن الحله ونحط فيها سمنه. تمام، تقدروا تحطوا زيت او زبده، يعني اي حاجه براحتكم خالص. اهم حاجه نسيحها الاول كده. دي يعني هنستخدم في الوصفه دي معلقه واحده بس. هنا عندي فراخ متسابه في بصل مبشور وملح وفلفل. ضروري جدا يا جماعه، جربوا بجد ان انتوا تسيبوا الفراخ في بصل مبشور وملح وفلفل وحطوها كده في الفريزر، هتحسوا بطعم رهيب. ننزل بقى الفراخ نديها تشويحه كده، وبعدين نحط معلقه كبيره من بهارات الكبسه. دي ويلز حلوه جدا. تمام، عملت لكم ريفيو، بتدخلوا شوفوا الريفيو مفصل يعني. وهنزل بمعلقه كبيره من التوابل كده بالشكل ده، معاها واحده بس من اللومي. واول ما احس ان الفراخ شربت من التتبيله تمام، هنزل بميه عاديه جدا من الكتل، مش ميه مغليه ولا اي حاجه. انا هنا عايزه ادي الفراخ سوا قبل ما انزل بالرز. هسيب الفراخ كده حوالي يعني ممكن تلت ساعه، الفراخ ما بتاخدش وقت. نسيبها بقى تكمل سواها كده، وبعدين هنحضر الرز. انا استخدمت للكميه دي 2.5 كوباية من الرز. رز مصري عادي، مش رز بسمتي. تقدروا تستبدلوا الرز ده برز بسمتي عادي خالص. تمام. هنا كانت خلاص الفراخ استوت عندي. هنزل الرز وهديله كده ورقتين لورا، وهزود كمان معلقه تانية كبيره من بهارات الكبسه تاني. يعني انا هستخدمها على مرحلتين، في الاول مع الفراخ وبعدين مع الرز. هنا كان عندنا اوبشن من الاول خالص ان احنا نطلع الفراخ من الشوربه وننزل الرز. ده اوبشن اعملوه، نصيحه مني اعملوه في الاول لو عايزين ندي الفراخ. يعني ايه اللي انا هعمله ده؟ هدي الفراخ تشويحه كده تحت الشوايه في الفرن، لان لونها كان مش عاجبني، كنت عايزاها تبقى محمره كده ولونها حلو. تمام، ده اللي انا هعمله. ففي الاول بقى لو انتوا عايزين تعملوا الحركه دي من الاول خالص، هنعمل ايه؟ هنشيل الفراخ قبل ما نحط الرز. وهنا بعد ما نزلت الرز حسيت ان الشوربه كتير على الرز، فشلت منها حوالي كبشتين كبار كده وقلبت، لقيت تمام جدا كده الرز مناسب مع الشوربه. هنا بقى كان الرز استوى، رحت مطلعه الفراخ وجبت كده كاتشب عليه ملح وفلفل اسود. تقدروا تستخدموا صلصه لو فيه، او رشه من الزيت كفايه براحتكم خالص. وهشغل الشوايه واديها لون تحت الشوايه. وبس كده وصفتنا بقت جاهزه ولطيفه وسريعه جدا جدا. اول ما نشوف راي الخبير. حبه رز صغنونه، ماشي، حته فرخه صغنونه سخنه بس شويه. يلا بسم الله. ايه رايك؟ حلو. لا مش سامعه الصوت. حلو. كم من 10؟ 10 من 10. اوكي، يلا اشوفك على خير الفيديو الجاي. اتفرجوا على الوصفه. باي باي.